البعدية زي ما احنا تركي دولة الدولة لازم حتى محاكمة عادلة قاضي نزيه ومحامي جيد علشان لما يتحكم عليه حتى لو بالإعدام يتغير وعي غير الموضوع ما يبقاش كلام دفاع وكلام ومحاكمات وحية كل هذا الكلام حتى لما تفتح ثورتنا لن نكون تابعين لكل عدو حتى للثورة. لازم ما ندهمش الفرصة دي ابدا تاريخيا يقال ان احنا كنا جزارين. لا، محاكمة عادلة وقاضي جيد وقاضي علنية، محاكمة علنية، محاكمة فعلا علنية وقاضي نزيه. وبشدد على قاضي نزيه لان القضاء محتاج ان هو يتصدق ويتطهر صفوفه، والجهاز الاداري للدولة المصري بالكامل مركوب وفيه جذور من هذا النظام الفاسد البائد الظالم الذي حرك مصر في جميع الاتجاهات والانحاء. يجب ان يتطهر والا مش هتبقى ثورة المغفلين ولا ثورة مصر بل هتبقى ثورة مغفلين. نعم، فإياكم أن تكون هذه الثورة ثورة مغفلين. المغفلين هم كثير الكلام ولا فعل، ولا ثورة بلا أنياب، ولا ثورة بلا عين حمراء. ويجب كل من تسول نفسه أن يقترب من هذه الثورة والثوار، وإلا تبقى جمعية استهلاكية زي عزبة الأمم المتحدة زمان. على ثورة بدون أنياب، أنياب عاقلة فاهمة تريد الحق. ليس كل من على منابر هم الثوار، احذروا هذا. ليس على كل من هو على منابر هم الثوار. ثوار مصر في نضوعها وشوارعها وحواريها مش هم اللي في التحرير بس 25 مرميز، لا، ابويا اللي قال لي انزل ما هم الثوار، اخويا اللي قال لي انزل، مراتي اللي حامت بيتي وراحت اطفالي وانا في الميدان ما هم الثوار. اذا المليون لو ليه كل واحد 10 بس من افراد عائلته مؤيد هو 10 مليون، ولكن لا لثورة المغفلين. يجب ان يتطهر الجهاز الاداري وان نطهر انفسنا من قبل لهذه الدولة. لا نريد ان تعود بعد صلاح نصر من جديد، ويعود شمس بدران من جديد، ويعود حبيبي العدلي من جديد. اللهم اهد بلدنا لما تحب وما تشاء، اللهم اهدنا لما تحب وما تشاء.